الساعة 8 صباحا بتوقيت ألمانيا. في الفيديو ده حنعمل معاكم الطريقة بتاعت عمل الكسرة وملح البامية. في الأول جبت القمح بتاعي، بعد كده حقوم أسحنه. في أنواع بتاع الدقيق هنا مختلفة في ألمانيا ممكن نقدر نستخدمها. في دقيق بتاع رز، وفي دقيق مرسوم عليه السنبلة بتاعت العيش الريف، موجود في الدكاكين العربية والمحلات بتاعت الأتراك. سخنت القمح، أضفت عليه كوباية بتاعت شاي بتاعت دقيق فينو. هنا عندي الخمار بتاعي أضفته للعجين. بالنسبة للخمار يا جماعة، عشان تعمل خمار في البداية ممكن تضيف للدقيق بعد ما تعجنه ملعقة بتاعت خل أو ما يعادل ملعقتين بتاعت خل، وتكفله لمدة كم يوم براه بيختمر. رجاء خل ما خميرة. هنا أنا سبت العجين بتاعي لمدة 3 يوم لأنه الجو عندنا بارد. بعد ذاك دي حاجة ترجع لكم عايزون يختمر قدر شنو العجين. بعد ال3 يوم جيت هنا أجهز الملح بتاعي. في الأول قطعت البصلة، وضعت حلة، أضفت عليها زيت. بعد كده حابدأ أحمص البصلة بتاعتي. خلونا نتابع للآخر نشوف الطريقة بتاعت الملح كيف. الدلع البامية اللي أنا حيستخدمه برضه موجود في المحلات العربية والتركية. هنا قطعت البامية بتاعتي، وبعد كده حقوم أقطع الشبت اللي هو الشمار الأخضر. الصراحة هو ما ملح بامية، ملح مبقبق اللي هو بيكون البامية مخلوطة مع الويكة. فقد يكون البعض منكم برضو الاسم جديد عليهم. هنا أضفت ما يعادل نص كيلو بتاع لحمة ضان. ممكن تستخدم لحمة بقري، الموضوع اختياري. هنا عندي البهار هبهان وقرفة، وبعد كده حغمرها بموية حارة وأسيبها لغاية ما تستوي. في المسافة دي حامشي أعوز الكسرة بتاعتي. الصاج بتاع الكسرة تقدروا تطلبوه من الأمازون، وبالنسبة للناس اللي قاعدة في ألمانيا ممكن تشتروه من الماركت المولر. صراحة الواسة بتاعت الكسرة ما صعبة. في مدة 5 يوم ممكن تتعلم الطريقة بتاعت الكسرة إذا بتعوز باستمرار. الموضوع ما صعب، محتاج حبة اجتهاد. الميزة الحلوة في الصاج ده إنه بيسخن سريع في دقيقة واحدة. والحاجة التانية بتقدر برضو تستخدمه إذا عندك تحمير كمية كبيرة، ممكن بتاع الضلع أو عاوز تعمل فيه لحمة. صراحة متعددة الاستخدامات. مسافة خلصت العواسة بتاعت الكسرة، هنا الحلة بتاعتي استوت. جيت أضفت عليها البامية، وبعد كده أسيبها تكمل استواء. البهار عندي كزبرة وفلفل أسود. بعد كده عملت عليها التوم كمان، وأضفت الملح في الآخر. خليتها مسافة، وبعد كده جيت أضفت عليها نص معلقة بتاعت ويكا ناشفة، وفضلت أحرك بالمضرب بتاع السلك. وبعد ما استوت في الآخر وأنا عاوز أطفي النار، أضفت عليها الشمار الأخضر. فكان ده شكل الملح بتاعنا. في الوقت ده كان كل التفاصيل بتاعتي جاهزة، الكسرة والملح. بعد كده حاملح، بالإضافة لأنه كمان جهزت صحن السلطة وجهزت الشطة الخضراء. هنا أقول لكم يلا، تشاو بلا تشاو.